السيد عبد الإله بن كيران الذي يجيد جيدا الخطاب ديال المظلوميه. وانا بغيت ندير ما خلاونيش، وانا دابا بغيت نشكل حكومتي ما خلاونيش. انا غادي نذكر انه في ديك الحقبه اللي كان الحزب ديال السيد عبد الإله بن كيران كيتصدر هذه الحكومه هذه، انه في الاخير كيتكلم على التحكم، ولكنه اسدى خدمات جليله للتحكم وتراجع كما وعد ناخبيه بذلك، تراجع عن محاربه الفساد والاستبداد. كل شيء تعرف هذا الشيء. يذكرنا شي واحد بشي خطوه اختارها السيد كيران والحكومه ديالو باتجاه ارساء دوله الحق والقانون والسكات، ضرب المكتسبات اللي جات بدماء الشهداء وبالنضالات المريره، ضرب المقاصه، ضرب التقاعد، المجانيه. راكم كتشوفوا قبل ما يخرجوا تيطلبوا الاستشاره ديال المجلس على التعليم باش نضربوا المجانيه. يعني ما كاينش شي مكتسب اللي يمكن ليه نأسسوا عليه غدا النهضه ديال هذا الشعب اللي باغي يخليه السيد بن كيران. كيقولوا لنا ولكن ولا واحد، راه كاين ازدواجيه في النسق السياسي، والسيد بن كيران ماشي هو مسؤول على كل التوجهات. بطبيعه الحال حنا عارفين هذا الشيء، وعارفين بان الاوراش الكبرى خارج يعني المنظور ديال السيد بن كيران ولا تينظر فيها يعني السياسات الهيكليه، ولكن هو قابل بهذا الشيء، قابل بهذا الشيء. وانا بالعكس كنقول بانه السيد بن كيران سيد الاعراف على الدستور. الدستور عطاه واحد الهامش، حتى هذاك الهامش ما استعملوش باش يمكن ليه يبني لنا واحد الحجيره مورا حجره باش يمكن لنا نتقدموا. اذا السيد بن كيران الخطاب ديال المظلوميه ديالو اليوم غير مقبول، غير مقبول. علاش؟ لانه خلال 5 سنوات لم يعمل اي شيء من اجل ارساء يعني ولا التقدم نحو الديمقراطيه. السيد بن كيران كذلك نظرا للمرجعيه ديالو لا يؤمن بالديمقراطيه. الديمقراطيه بالنسبه ليه صناديق اقتراع واعداد. كيقول لك انا جيت انا الاول اليوم جبت 125، الاخرين جابوا كذا، هذا جاب 37، هذا ما جاب شيء، اذا انا هو الاول. وما تعرفش بان الديمقراطيه هي فلسفه، هي قيم، هي الاعتراف بحق الجميع، واكثر من ذلك. حتى في العمليه الحسابيه ديالو ما كياخذش بعين الاعتبار واحد المعطى اساسي اللي خصنا ناكدوا عليه، لاننا هنا في هذه الدوله هذه ما كاين لا تقييم محطات لا حوارات ديمقراطيه. انتخابات سالت خصنا نديروا لها تقييم. شنو كيعطي التقييم بايجاز شديد؟ انه السيد عبد الإله بن كيران اللي جاب 125 مقعد لا يمثل الا 5.7% من 28 مليون ديال المغاربه اللي هما في السن باش يصوتوا. اذا كيقول لك انا عطاني الشعب راه 70% ديالو ما تتشاركش مع كل اسف، لان هادشي تا هو كيضرب العمليه الديمقراطيه. اذا السيد بن كيران جاب 5.7% ويريد اليوم ان يفرض نفسه وان يختار من يريد في حكومته.